حاجه، بص يا بيه، في ناس بنت اوتوماتيك على ارض زراعيه تمام، وطلع وزير الزراعه اعلن ان خلال سنوات الثوره مصر خسرت 150,000 فدان. كويس. انا ممكن قدامنا حل من اثنين، هات يا ابني بلدوزر ابراهيم باشا محلب، وزير الاسكان مصطفى بيه مدبول، الناس دول هات كاردون شيل الارض رجعت زراعه. لو دي ثروه انا بسال يا بيه، خلاها في داهيه حتى الارض رجعت زراعه. لا ما اتبنت وتصب فيها اسمنت خلاص خلص. مش كده؟ يبقى انا اخلي دوت اشوف هل المبنى ده على حياه الناس يؤثر. مثلا المفروض اعمل مثلا يعني صبه على 5 ادوار، بنى 10، نشيل الخمسه المخالفين ونخلي له 5 وتعالى يا عم نتحاسب عليه. الحاجه المهمه الثانيه، انا لما اجي احاسب واحد علشان لما اجي اقول له ايه، ما في مخالفات بنى على ارض زراعيه، اقول له كويس انت بنيت هنا زي الفل، في متر بنيت عليه حضرتك قصاده 100 متر تصلحهم لي في الصحراء. يعني انا بنيت على 100 متر هنا موجودين، في 100 ادي 10,000 متر، يبقوا 2 فدان تصلحهم لي. مقابل دي تصلح لي دولت 2 فدان مقابل ال 100 متر اللي انت او تدفع ثمن دول، هو يدفع ثمن مخالفه بس يصلح لي دول، يبقى متوجه لتصليحه. طب انا بنيت على ارض حكومه، لازم هيبه الدوله تبقى موجوده. هل انا كحكومه كنت ناوي ابني في دي كان مشروع كلام من ده باني؟ نشوف ده ضمن الكردون وداخل فيها المباني ولا؟ طيب يجي الراجل علشان نهد ازاله، عاده المولات بيقوموا عاملين ايه؟ جايب الاستاذ حمدي صلاح والناس كده مدي لكل واحد عقد، وتيجي تقول لك مواجهه امنيه، الدراسه الامنيه ولا المواجهه الامنيه، يقول لك ما اقدرش ان انا استطيع. نقوم جايبين نعمل ايه؟ وحاجه محترمه. يجي الراجل المالك اللي هو المستاجر اللي جاب ده العقد، تعالى يا استاذ انت اشتريت ده؟ ايوه يا باشا شاريه. تمام يعني تمام، ربنا يوفقك، انت بالنسبه لي براء يا عم وانت شقتك. يطلع على الاوضه اللي جنب بقى في التحقيق اللي بتاع الكسب غير المشروع بتاع التعرض الضريبي، الباشا بيشتغل ايه؟ والله حلاق. طب كويس قوي ربنا يوفقك، جبت الفلوس دي منين؟ انت دفعت له المبلغ ده؟ ده فعلا ب 500,000 منين سعادتك؟ هات له اقراراته الضريبيه يا عم. هيجي الراجل اوتوماتيك يقول لك يا باشا انا واخد 1000 جنيه عشان احمل الليله دي، يبقى الليله تطلع واخد الشقه فاضيه. هكذا هو ده، وده الكلام ده يشتغلوا بيه الدوله طخ ورا بعضيهم. يعني اجهزه قاعده سيادتك خلال 40 يوم خلصت الليله خلاص. لميت الفلوس دي، مصر بقى يخش لها في الصندوق اللي احنا بنقول عليه بالفروقات دي لا يقل باي حال من الاحوال، لا يقل، والرقم ده انا مسؤول عليه 600 مليار جنيه. اللي انت بتقوله ده قابل للتحقق. الاراده السياسيه موجوده، اداره رشيده الموارد